صديقي العزيز، أنا عايزك تكون واقعي جدا، لأن في سيناريو ممكن يحصل وبالفعل حصل مع فرقة كبيرة جدا في أحد البطولات الأوروبية أو الدوريات الأوروبية الكبرى. متفاهم جدا إن أنت فرحان صعدت لنهائي دوري الأبطال، متفاهم إن أنت خلاص الدوري فاضل لك 3 ماتشات تكسبهم خلاص تبقى كسبت البطولة، متفاهم إن إحنا الروح والمعنويات طبعا مرتفعة جدا وأنا معاكو، لكن في نفس الوقت أنا متفق معاك على نقطة إن إحنا لازم نكون واقعيين جدا. إحنا بنعيش كل ماتش بماتشه، فتعالى كده هندردش مع بعض في يعني حاجه كده ان شاء الله باذن الله يعني ما تحصلش، يعني باذن الله ما تحصلش. بس انا يعني حبيت تيم هاتريك وانا حبينا ان احنا يعني اقول لك خلي بالك ان السيناريو ده ممكن يحصل، تعالى نتكلم فيه. صديقي الارسنال العزيز، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في حلقه جديده من قعده ارسنال اكسترا، وحديثنا عن نقطه هل ارسنال انهى الدوري ولا في سيناريو ممكن يحصل. ما تنساش اخواتك في غزه والسودان وسوريا واليمن ولبنان وفي كل بقاع الارض، ربنا ينصرنا وينصرهم على هذا العدو الغاشم. ولو ظهر لك اي اعلان من اعلانات المقاطعه على الحلقه دي او على اي حلقه من حلقات القناه، يا ريت تقول لنا ايه اللي ظهر لك عشان نعمل له بلوك وما يظهرلكش تاني. اديني اللايك واديني سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا، وشير الحلقه لو عجبتك، وشير الحلقه لو مجهودنا في القناه عجبك. ويلا بينا نبدا كلام. سيناريو انتر ميلان 2024 2025. تعال احكي لك قصه وحدوته جميله جدا. في بدايه الانتقالات الصيفيه جه انتر ميلان يا معلم قال لك لا، انا هدعم العمق الهجومي وهدعم كمان خط النص بتاعي بصفقات مجانيه واستثمارات محترمه وذكيه جدا. فبداوا وجابوا مهدي طرمي نص ملعب من بورتو مجانا، جابوا زيلينسكي من نابولي مجانا برضه، وجابوا حارس المرمى مارتينيز من جنوا ب 14 مليون يورو عشان يكون بديلا ليان سومر على طويل الامد او الامد الطويل، وجابوا بالاسيوس مدافع ارجنتيني شاب صغير بقيمه 6.5 مليون يورو. فبدا انتر ميلان بيحارب على الدوري الجديد بما انه حامل اللقب. مع اول مباريات لانتر ميلان في الدوري 2024 2025 تعادلين وفوزين لغايه المباراه الخامسه قصاد اي سي ميلان، اتهزموا رغم ان انتر ميلان كان هو الافضل في المباراه. من بعدها بدأ انتر ميلان ان هو عمل سلسلة اللا هزيمة 18 مباراة ورا بعض، خليته متصدر جدول الترتيب. خلي بالك خلي بالك، شوف انا بربط لك الدنيا ازاي. السلسلة دي بقى اتحطمت على ايد مين؟ على ايد فيرونتينا في مفاجأة غير متوقعة على الاطلاق. اربط بقى باللي حصل معانا. طبعا اتغلبوا من فيرونتينا، دخلوا في شهر فبراير حصل بقى تذبذب في المستوى. كمان خد بالك ان هم قبل الخسارة من فيرونتينا كان في تعادل مع الميلان، ثم كان في خسارة من يوفنتوس. فطبعا جماهير انتر ابتدت ان هي تتذبذب زي ما حصل معانا برضو بالظبط. بس رجع انتر بعد كده لسكة الانتصارات، فاز ماتشين لغاية لما اصطدم في المباراة اللي بعدهم بنابولي، وللأسف ما قدرش ان هو يفوز في المباراة دي زي مباراة الدور الاول. ابتدى خلاص بقى انتر ميلان يوصل للامتار الاخيرة، يلا بقى نشد بقى ونروح ونعمل مش عارف ايه. لا تعالى نتدلع اكتر شوية. خد بقى تعادل مع بارما في نفس الشهر، تخسر من بولونيا، كمان تخسر من اي سي ميلان العدو اللدود بتاعك في نص نهائي كاس ايطاليا 3 مع الرأفة. طبعا الشحن الجماهيري بدأ. خش يا باشا كمل الموسم بتاعك، هوب بتلاقي نفسك كمان خسران من روما. لكن الطمة الكبرى بقى والخسارة الحقيقية بقى وكل حاجة راحت لما تعادلوا مع لاتسيو في الجولة الأخيرة من الدوري، عشان ينهي انتر ميلان في الموسم ده وصيفا للدوري بعد ما كان متصدر وعامل أداء قوي جدا بفارق نقطة واحدة عن صاحب اللقب اللي هو كان نابولي مع كونتي، عشان يجي هنا بقى خلاص ويبدأ الحلم بتاع انزاجي او استمرارية انزاجي مع انتر ميلان تنتهي رسميا. مش واخد بالك بقى من الاحداث بقى ان هو بص كان بيعمل ايه في الدوري، وهوب يقع وبعدين يقوم، بعدين يقع تاني وبعدين يقوم. خسر في الكاس، انت خسرت برضو في الكاس من ساوثهامبتون، وخسرت في الكاراباو نهائي من البيج بتاعك المنافس الوحيد بتاعك مانشستر سيتي. ورغم ان هم خسروا البطولة المحلية وخسروا كمان الكاس كمان بتاع ايطاليا، الا ان كان في لعيبه عملت ارقام مميزه جدا. واحد زي لوتارو مارتينيز مثلا في الموسم ده سجل 24 هدف، ماركوس تورام كان هداف الفريق في الدوري ب 14 هدف، فريدريكو دي ماركو برضو كان من اهم صناع اللعب اللي موجوده في انتر ميلان وصنع 7 اهداف. اتكلم مثلا في واحد زي نيكولو باريلا مثلا، ده عمل 8 مساهمات. العظيم يان سومر عمل 15 كلين شيت. القصد هنا ان ارقام اللعيبه الفرديه عندك ارقام حلوه جدا. تيجي مثلا تبص على الانتر في الموسم ده
في دوري الابطال هتلاقيه صعد من اول 8، ما لعبش اللي هي الماتشات الفاصله دي، وكان تاني الترتيب بعد كمان ليفربول بفرق 3 نقاط بس. دخل بقى في دور ال 16 عدى من فينورد، تخش في ربع النهائي عدى من بايرن، تخش في نص النهائي عدى من برشلونه. بالمناسبه يا جماعه اللي ما شافش ماتشات انتر ميلان ضد بايرن وبرشلونه فانت فاتك كتير قوي، انت محتاج ان انت ترجع تتفرج عليهم تاني بجد. فحرفيا ما كانش فاضل حاجه قصاد انتر ميلان غير ان هو يكسب الدوري، ما فيش حاجه يكسب، قصدي دوري الابطال. خلاص انت خسرت الدوري مش او فارق نقطه واحده فقط بعد ما كنت عامل اداء جامد، فانت خلاص داخل لنهائي دوري الابطال ما عندكش حاجه غير ان انت تكسب النهائي ده. ولكن لا يخفى الخبر، انت عارف ان انتر دخل النهائي وشال 5 من باريس. اللي عايز اوصله لك ان موسم انتر ميلان كان ممكن يبقى موسم تاريخي لولا الغلطات والسقطات اللي حصلت، وكمان حصلت في اوقات مهمة جدا واوقات حساسة. تعال بقى من هنا نعمل المقارنة ما بين انتر ميلان 24-25 وارسنال 25-26، لان ارسنال لغاية دلوقتي خرج من الكاراباو او خسر نهائي الكاراباو قصاد السيتي، خرج من كاس الاتحاد الانجليزي من ساوثهامبتون، فاضل لك 3 مباريات وتنهي الدوري، والمباراة النهائية يوم 30 مايو في بودابست قصاد باريس سان جيرمان نهائي دوري الابطال. ارسنال خلال الموسم الحالي كان بيقدم افضل واقوى اداء دفاعي ومن اقوى وافضل الاداءات الهجوميه، ولكن الظاهر اكتر القوه والصلابه الدفاعيه، لان هو من اقل الفرق في اوروبا اللي استقبلت اهداف. مش بس كمان اقل عدد اهداف، ده انت اقل عدد استقبالا للتسديدات، اقل رينج مثلا للاهداف المستقبله، او ان انت الاكس جي بتاعك للاهداف المستقبله قليل برضه، بجانب كمان ان انت عندك صناعه اللعب متنوعه على اليمين وعلى العمق وعلى الشمال، بجانب ان انت مسجل بلس 100 هدف، اكتر من 100 هدف خلال هذا الموسم كله. فكل ده يدل على ان ارسنال عامل اداء وعامل قوه شبه القوه بتاعه انتر ميلان الموسم اللي فات. يعني لما تيجي تبص على ارسنال دلوقتي مثلا في الموسم الحالي تلاقيه اقل عدد استقبالا للتسديدات 185 تسديده على مدار البطولات كلها اللي كان بيلعبها، وطبعا اقل معدل اهداف متوقعه على المرمى. اخر نسبه كانت موجوده معانا 13.78% على كافه المباريات اللي هو لعبها خلال هذا الموسم. طبعا من ابرز اللعيبه اللي الاهداف عندهم متوقعه او صناعه الاهداف كمان عندهم متوقعه اللي هي الاكس اي، اللي بتتكلم مثلا في ديكلان رايس 6.34%. بوكايو ساكا رغم ان هو بيقدم موسم مش حلو، يعني تحس ان 50% بس من ساكا اللي بيتحرك، لكن هو 5.5 الاكس اي بتاعه. لياندرو تروسارد 2.8. مارتن اوديجارد رغم ان هو رغم ان هو بيقدم من موسم من اسوأ مواسمه على مدار الكوره، لكن برضه 2.3. كمان الحاجه الغريبه ان المهاجم اللي جبناه جديد جيوكيريش، اللي الناس كلها بتقول ان هو من اسوأ الصفقات اللي عملها ارسنال، رغم ان انا معترض على حاجه زي كده، الراجل هداف الفريق دلوقتي ب 21 هدف في كافه البطولات. اتكلم في نسبه فوز 76% ونسبه الخساره 8% بس. ارقام بصراحه تقول لك ان في شغل وفي حاجه مختلفه الموسم ده مع ارتيتا، وان ارقام الموسم ده من اقوى الارقام على مدار تاريخ ارتيتا مع ارسنال. تعال بقى اخدك للسيناريو الاكثر رعبا، السيناريو اللي ممكن يجيب لك ويجيب لي سكته قلبيه. وانا مش متشائم، وانت عارف ان انا عمري ما كنت متشائم، بس انا دايما بحط كل السيناريوهات قدامك، دايما اقول لك خلي بالك ده ممكن يحصل وده ممكن يحصل. السيناريو اللي ممكن يحصل ان انت ممكن يحصل لك نفس اللي حصل للانتر في الموسم اللي فات. انت داخل ماتش ويست هام اللي هو ارخم وارذل ماتش فاضل لك في ال3 مباريات بتوع الدوري. ما حدش فينا اعتقد خايف من ماتش بيرنلي، يعني ما اعتقدش ان في حد فينا خايف من ماتش بيرنلي خالص. كريستال بالاس مش هتعمل له الحساب الكبير قوي زي ما انت عامل حساب ويست هام. كمان كريستال بالاس مركز في البطوله الثانيه اللي هو بيلعب فيها، وداخل على نص نهائي او نهائي حاجه كده، يعني تقريبا داخل على نص نهائي او حاجه زي كده، انا مش متابع قوي بصراحه. فبرضو عارف اللي هو انا اطمنت على وجودي في الدوري، فانا بركز على البطوله الاوروبيه الثانيه اللي انا بنافس فيها. ده لو من ناحيه كريستال بالاس، لو هو لسه مكمل في السكه بتاعته. لكن بيرنلي كده كده هبط خلاص قشطه، والماتش على ارضك فانت هتكسب. لكن العقده كلها والمفتاح بتاع الدوري كله في ماتش ويست هام. ويست هام بيصارع في الهبوط، يعني الفرق ما بينه وما بين توتنهام لغايه ما انا بصور معاك دلوقتي فرق نقطه واحده بس. ده المركز ال18 وده مركز توتنهام ال17. توتنهام فارق بس عنه بنقطه، وتوتنهام لسه عنده مباريات رزله. واحد مثلا هيقابل ليدز، وبعد كده تقريبا عنده ماتش قصاد تشيلسي او حاجه زي كده. فالموضوع مع توتنهام بايخ. فويست هام يقول لك لا
انا جاي لي ارسنال هو هيموت على ال3 نقاط وانا هموت على ال3 نقاط، فيعني هتبقى معجنه، هتبقى مدعكه. ناس كتير جدا ممكن تشوف لا 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 انت مأفور الحكايه مع ويست هام. انا بقول لك لا، انا مش مأفور الحكايه مع ويست هام، وبكره هتنزلك حلقه قعده ارسنال قلب 90 هنوضح لك حاجات كتير في ويست هام. بس انا بقول لك الموضوع من الناحيه النفسيه صعب جدا. انت نازل قصاد فرقه اصلا عايزه تحارب ان هي تاخد نقطه على الاقل على ارضها منك. لكن لما تيجي تتكلم على دوري الابطال فانت ارسنال لغايه اللحظه اللي انا بكلمك فيها دي ارسنال عامل موسم تاريخي في دوري الابطال. لغايه دلوقتي تقريبا لعب 15 ماتش بدون هزيمه في دوري الابطال، 15 ماتش بالنهائي. يعني انت لغايه دلوقتي انت لاعب 14 مباراه تقريبا، ال 14 مباراه انت عامل فيهم اداء قوي جدا، فوز وتعادل، عمرك ما اتهزمت في دوري الابطال. كمان لو كسبت دوري الابطال الموسم ده فتبقى انت تقريبا النادي الوحيد اللي كسب دوري الابطال مثلا بدون هزيمه في كافه المراحل. بجانب ريكورد التاني بقى ان في النظام الحديث ارسنال هو اللي خد الدوري بدون هزيمه في الدوري الابطال على مر بقى التاريخ. بقى شوف الموسم النظام ده هيمشي قد ايه. فالخوف كله ان انت تكرر بقى الموسم بتاع انتر. موسم انتر لما بقول لك عدى من فينورد، عدى من البايرن، عدى من برشلونه، لبس في باريس بعد كده، وكان دي الحيطه السد اللي وقف عندها وخسر. تخسر الدوري لو السيتي مثلا خد ال4 مباريات بتوعه كلهم في الفول بتاعه، دخل يا باشا فاز. لا برنتفورد عارف يعمل معاه حاجه، لا بورنموث عارف يعمل معاه حاجه، لا كريستال بالاس ولا استون فيلا ولا فرقه مثلا عرفت تعمل معاه حاجه. فيكسب هو، تتشنكل انت مثلا في ماتش كريستال بالاس، تتشنكل انت في ماتش مثلا ويست هام، فتلاقي نفسك الدوري راح منك بفرق حاجه بسيطه. او تلاقي مثلا انت تساويت بالاهداف مع مانشستر سيتي بس فرق الاهداف مثلا هو اللي فرق معاك. ساعتها فعلا هنبقى بنتجنن، يعني كلنا هنروح المصحه النفسيه نقعد هناك عشان نروق دماغنا، عشان احنا هنبقى تعبنا فعلا. اللي محتاجه ارسنال عشان ما يحصلش السيناريو السيء ده والسيناريو المرعب ده حاجتين. الحاجة الأولانية هي ثقافة البطل، لأن الفريق كله مفهوش واحد حاصل على لقب الدوري أو دوري الأبطال غير جابريال خيسوس فقط. كل اللعيبة بتعيش دلوقتي حاجة بالنسبة لها جديدة لنج، محدش عاشها، ان انت خلاص بقيت تقريبا قريب جدا للدوري او ان انت صعدت لنهائي دوري الابطال. فمحدش في اللعيبة كبير وصغير عندك معاشش الوضع ده او التكيف اللي انت مطالب ان انت تأدي هنا وتأدي هنا. وطبعا لما بيوصل اللاعب اللي هو ما عندوش الثقافة ان انا بطل وان انا بلعب وان انا قوي وكده، لما بيوصل لنهائي وبيوصل خلاص للمراحل الاخيرة دي، فبيبدأ خوفه يتغلب على شجاعته. يقول لك لا انا ما بقاش شجاع واعمل حركة مثلا ملهاش لازمة فتخسرني الكورة فتبقى متسببة مثلا في تسجيل هدف، فاشيل انا الليلة كلها لوحدي ان بص الكرة اللي عملها فلان هي اللي ضيعت الدوري، بص الكرة اللي عملها فلان هي اللي خلت مثلا باريس هو اللي يكسب مثلا في نهائي دوري الابطال. فاللعيبه دايما في الفتره دي او في المواقف اللي زي كده بتميل اكتر للعب المضمون، بتميل اكتر للدفاع شويه، بتميل اكتر لعدم المجازفه، بتميل اكتر ان انا ما احجم الشجاعه بتاعتي، ما بقاش انا مندفع مثلا على الناحيه اليمين او مندفع على الناحيه الشمال ورايح واخد مساحه، لا 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 خليني يا عم انا ارجع ادافع، لا اقفل مثلا النص بتاعي، لا انا اقفل جنب زميلي، لا انا اضم على زميلي، لا انا اقلل مساحه. فدايما تلاقي هنا الفترة دي بيبدأ فيها اللعيبة تتهز شوية، لان الوضع بيبقى ضغط عصبي شديد جدا. انت مش هتستحمل اطلاقا ان انت تكون سبب في خسارة ارسنال لاي حاجة، فاهم يعني؟ ما تبقاش سبب في خسارة الدوري او دوري الابطال. فثقافة البطل دي هي اللي انا كنت بتكلم عليها في ماتش الكاراباو قصاد السيتي، وهي برضو اللي انا كنت بتكلم عليها في الماتش بتاع ساوثهامبتون. والناس عرضتني لازم كنا نكسب الماتشين دول، كان لازم اصعد لنهائي الكاس، كان لازم ضروري جدا، كان لازم اصعد ما اتغلبش من ساوثهامبتون. حتى لو هلاعب السيتي حتى لو هلاعب السيتي تاني ما عنديش مشكله، لو هلاعب تشيلسي يا عم ما انا حظي حلو عليها، ما تسيبني الاعب تشيلسي برضو، ايا كان مين الفرقه بقى اللي هتلعب معايا في الكاس. كان المفروض ان انا اكمل واضغط وان انا ما تراجعش وابقى خواف في المباراه بتاعه مانشستر سيتي في الماتش اللي هو ماتش نهائي الكاراباو. فكان لازم بطوله من الاثنين دول اكمل فيهم واكسب، عشان تبقى عندي ثقافه ان انا مش خايف، انا تقيل، انا هروح اكمل. الضغط الجماهيري والصخب اللعيبه بتبقى ده بالنسبه لنا حاجه جديده، فانا مش عايز كل ده يبقى عند لعيبه ارسنال. وتاني حاجه ان ارتيتا لازم يتخلص من عقليه الخوف.
عقلية الجبن، لان مش اللعيبة بس اللي خايفة، لا ده كمان ارتيتا عنده الخوف من الفشل اكبر واكبر من اللعيبة. وطول ما المدرب ظاهر قصادهم او بيدي تعليمات او واضح ان الاتموسفير او الجو المحيط بالفرقة ان انا خايف، ان انا قلقان ان احنا نفشل تاني مثلا او حاجة، فده بيوصل اللعيبه لشعور مش حلو، بيبقى اللاعب نازل مهزوز مش مطمن. لكن لما يبقى المدير الفني بتاعه ويبقى الجهاز الفني بتاعه كله ثقه وروح وحماس وايجابيه ودافعيه، بتلاقي اللاعب نازل مطمن. فحتى لو كان في 1% ان هو هيغلط، ال1% ده بيتموت. ال1% ده مثلا ممكن تلاقيه نص، ممكن تلاقيه ربع. لو كمان عنده القوة والشجاعة مثلا كانت 50%، لا بتبقى 70 و80% ان هو صاعد يلعب نهائي دوري ابطال، وخلاص فارق بينك وبين الدوري 3 ماتشات فقط. 3 ماتشات تكسبهم شكرا، مش عايز حاجة تاني. عارف انت ارتيتا صنع فرقة قوية جدا، فرقة تكتيكية ممتازة جدا، لكن الغرور الكروي لسه مش موجود. انت لسه خايف، انت لسه الدفاع لازم يبقى دفاع حديدي، والدفاع ثم الدفاع ثم الدفاع عند ارتيتا. فتعالى نتكلم في الكومنتات وقول لنا، هل الكوابيس والاوهام اللي غالبيتنا بيحلم بيها دلوقتي، وانا جبت لك كابوس واحد اللي حصل للانتر ميلان الموسم اللي فات، ممكن حد تاني يكتب لي مثلا كابوس عن فرقة تانية ويقول لي لا ده استنى، ده انت جايب الكابوس ده بص الكابوس التاني. انا بعمل كده مش تشاؤم، انت عارف ان انا متفائل جدا، وعارف ان انا بقول لك ان شاء الله الدوري لينا، وباذن الله دوري الابطال كمان لينا، او بمعنى اصح احنا هنحارب على دوري الابطال باقصى قوة عندنا. لكن لازم تكون واقعي، ولازم تحط السيناريوهين دول في حسبانك. صديقي الارسنالي، هتلاقي فيه لينك استبيان موجود عندك في الديسكريبشن، محتاج رايك في 5 دقايق بس. وشكرا جدا ليك ان انت وصلت معايا لغايه هنا. اتمنى ما تكونش نسيت اللايك وسبسكرايب وشير. شكلك على قناه السوشيال ميديا هتلاقيها في الديسكريبشن، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا. وان شاء الله باذن الله هتشوفوني معاكم باذن الله ان شاء الله بكره في حلقه قعده ارسنال قبل ال90. شكرا جدا ليكم، واترككم في رعايه الله. سلام عليكم.